رجعت لكم النهاردة بشخصية شريرة في عالم مارفل، وبجد شخصية النهاردة تعتبر من أكتر الشخصيات اللي لفتت انتباه العالم مؤخرا، وده بسبب إن الممثل الشهير روبرت داوني صاحب شخصية ايرون مان من عالم مارفل تم إعلانه إنه ممثل شخصية الشرير دكتور فيكتور دوم اللي هيظهر في فيلم افنجرز دومز داي المقرر عرضه في مايو 2026، وجزء تاني للفيلم بعنوان سيكريت وورز واللي هيتعمل السنة الجاية. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أعظم الشخصيات الشريرة في تاريخ الكوميكس، فيكتور دوم، اللي واضح جدا انه مش مجرد شرير عادي، ده واحد من اخطر واذكى الشخصيات اللي واجهت فانتاستيك فور وكتير من ابطال مارفل. خليكم معانا عشان نكتشف ما لا تعرفه عن فيكتور دوم. أول ظهور لفيكتور دوم كان في الكوميكس سنة 1962 في العدد الخامس من سلسلة فانتاستيك فور. اتقدم كشخصية عبقرية في التكنولوجيا والسحر وصاحب تاريخ مظلم. الكل افتكر انه مجرد شرير عادي، بس سرعان ما اثبت انه غير اي شرير تقليدي. فيكتور دوم اتولد في لاتفيريا، دولة صغيرة في اوروبا الشرقية، من ام ساحرة واب طبيب. أمه اتعلمت السحر الأسود وتوفت وهو لسه طفل، ووالده توفى من بعدها، وفيكتور دوم كان لسه صغير. وبسبب قمع الحاكم في لاتفيريا، الأحداث دي كانت البداية لتشكيل شخصيته المعقدة والمليانة بالغضب والرغبة في الانتقام. من صغره كان واضح إن دوم مش زي أي طفل تاني، كان عنده ذكاء غير عادي وبدأ يخترع أجهزة وآلات مدهشة وهو لسه مراهق. عبقريته دي خلت جامعة امباير ستيت في نيويورك تديله منحة كاملة للدراسة، بس زي ما بيقولوا الغرور يسبق السكوت. فيكتور عمل تجربة خطيرة علشان يتواصل مع روح والدته، لكن التجربة فشلت وانفجرت، وده تسبب في تشويه وشه بشكل كبير. ومن اللحظة دي بدأ يرتدي القناع الحديدي وبقى دكتور دوم اللي نعرفه. بعد الحادثة دي دوم بنى درع حديدي قوي وصمم قناع عشان يخفي التشوهات اللي في وجهه. الدرع ده مش بس لحمايته، لكن كمان رمز لقوته ورفضه للضعف. وقرر دوم يرجع لبلدته الأم لاتفيريا وسيطر على الحكم بقبضة من حديد. في عهده لاتفيريا بقت من أكتر الدول تقدما من الناحية التكنولوجية، بس بتمن غالي، لأن دكتور دوم كان بيتحكم في البلدة بحكم استبدادي وقمعي. دكتور دوم بقى العضو اللدود لفانتاستيك فور، وخصوصا ريد ريتشاردز أو مستر فانتاستيك. دوم بيشوف نفسه إنه أفضل من ريد في كل حاجة، ودايما بيحاول يثبت ده من خلال معاركهم المستمرة. الميزة الكبيرة لدكتور دوم هي إنه مش بس عبقري في التكنولوجيا، لكنه كمان متعلم السحر. وقوة دوم كانت بتندرج في دمج السحر والتكنولوجيا مع بعض عشان يعمل أجهزة وأسلحة متقدمة، وده بيخليه واحد من أكتر الأعداء خطورة في عالم مارفل. فيكتور دوم عنده هدف واحد واضح، وهو السيطرة على العالم. ودكتور دوم حاول أكتر من مرة يستخدم ذكائه وسحره وتكنولوجيته لتحقيق الهدف ده، لكن دايما كان بيتصدى ليه الأبطال، لكنه عمره ما استسلم. ورغم كل ده، دوم مش مجرد شرير بلا قلب. في كتير من الأحيان بيظهر جانب إنساني، ولما بيتعلق الأمر بشعبه في لاتفيريا، دكتور دوم كان بيشوف نفسه كحاكم عادل لشعبه عكس رؤية شعبه ليه، واللي كان بيحاول يحميهم بطريقته حتى لو كانت طريقته دي قاسية عليهم. دكتور دوم شخصية معقدة وعميقة مليانة بالتناقضات، وده اللي بيخليه واحد من أعظم الأشرار في عالم مارفل. قولولنا في التعليقات ايه أكتر حاجة بتحبوها في شخصية دكتور دوم، ومتوقعين الفيلم هيبقى عامل ازاي، وغير كمان أداء روبرت داوني في الشخصية. بصراحة أنا أتوقع إن في حاجة عظيمة هتتعمل ومتحمس لها جدا. المهم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وخد لك لفة كده في القناة لاني متأكد انك هتلاقي حاجات هتعجبك. واخيرا القاكم الفيديو الجاي على خير، مع السلامة.